اكتر سؤال اتسالني الفتره اللي فاتت، انا عايز هندسه اشتري جهاز في حدود من 5 ل 10000 جنيه، اشتري ايه؟ ومحتار ما بين الاجهزه. فانا هقول لك في الفيديو ده على افضل 5 اجهزه، ومش مجرد مراجعه بس خارجيه، لا مراجعه داخليه كمان بالنسبه للمذر بورد نفسها. وعشان ما اطولش عليك الفيديو هيبقى ملخص وسريع، وهنخش في الموضوع على طول. هنبدا بالجهاز رقم 5، وهيجي معانا سامسونج A16. بيجي بروسيسور من ميديا تك هيليو G99، والجهاز ده في الالعاب معاك هيكون كويس جدا، وهتقدر تستخدمه تحت ضغط. بس لو حملت على البورده زياده عن الطبيعي، الجهاز ده هيفصل منك من غير اي اسباب، ودي مشاكل معتاده في معظم فئه الايه في سامسونج. بس الجهاز لو استخدمته استخدام متوسط واعتمدت عليه ان هو جهاز فئه متوسطه، ما تخافش منه، هيشتغل معاك لاطول فتره ممكنه. بيجي برامات 4 و6 و8، مساحه تخزين 128 256. بيجي بكاميرا خلفيه 2 ميجا بكسل زائد 5 ميجا بكسل زائد 50 ميجا بكسل، مع كاميرا اماميه 13 ميجا بكسل. الاثنين بيصوروا بجوده 4K. بيجي بشاشه 6.7 بوصه بجوده فول اتش دي بلس، بس مش احسن حاجه بسبب ان الحواف بتاعت الشاشه كبيره شويه نوعا ما، مع بطاريه 5000 ملي امبير، نظام تشغيل اندرويد 14. الحاجه الوحيده اللي بتميز الجهاز ده ان هو بيجي بشاشه سوبر اموليد 90 فريم مع سطوع 800 شمعه، وده مش هيبقى احسن حاجه في الاضاءه العاليه وتحت الشمس. كل ده بيجي لك بسعر 7500 جنيه لو انت في مصر، ولو انت في الامارات هيجي لك ب 550 درهم. ونيجي في المركز الرابع هنختار هونر 6C، والجهاز ده المميز فيه سعره والامكانيات اللي فيه. الجهاز بيجي بمعالج ثماني النواه من ميديا تك هيليو G81، والمعالج ده كويس جدا بتكنولوجيا 12 نانو، والمعالج ده هيبقى مميز جدا معاك في الالعاب، وهيديك سلاسه في التصفح ما بين التطبيقات. يجي لك بكاميرا مزدوجه خلفيه 50 ميجا بكسل، والكاميرا دي ادائها مش هيبقى وحش خالص معاك، وكاميرا اماميه 5 ميجا بكسل مش احسن حاجه. وهيجي لك بنظام تشغيل اندرويد 15، بطاريه 5300 ملي امبير. البطاريه دي هتبقى مع البروسيسور متوافقه جدا، وهتديك افضل اداء. قانون مميزات وعيوبه بسرعه. الجهاز ده يعتبر بالنسبه للجيمر خيار ممتاز بالنسبه لسعره. انا باكد على سعره كل شويه، انه بيجي بشاشه 120 فريم، ودي بالنسبه لك هتديك اداء وسلاسه وسرعه في الالعاب كويسه جدا مع البروسيسور. وكمان السطوع بتاع الشاشه تحت الشمس هيبقى مميز جدا. ومن ضمن المميزات بتاعه الجهاز ده ان هو يدعم ميكروفون اضافي لعزل الضوضاء في المكالمات في الاماكن اللي فيها صوت عالي او وش، هيبقى صوتك مسموع للي بيكلمك، ودي حاجه كويسه بالنسبه لجهاز فئه متوسطه بالسعر ده. ميزه سرعه الشحن لانه بيجي بشحن 35 واط. بقى على العيوب، الجهاز هيجي بشاشه اقل من فول اتش دي، ودي شاشه يعتبر ادائها هيبقى ضعيف جدا معاك في الاستخدام. دي دقه يعتبر ضعيفه جدا في الاستخدام، مش هتديك اللي انت كنت مستنيه منه. عيوب اللي انا شايفها، كنت اتمنى ان الشاشه تبقى على الاقل فول اتش دي، مش اقل من كده. وتاني عيب هو كاميرا السيلفي، بتجي لك ب 5 ميجا بكسل. بالنسبه للصوت مش هيكون اعلى حاجه. بالنسبه للسعر، لو انت في مصر هتشتريه ب 5700 جنيه، لو انت في الامارات هتشتريه ب 400 درهم اماراتي. ونيجي بقى للمركز الثالث، والجهاز ده عجبني شخصيا، هو انفينكس هوت 50i. الجهاز ده بالنسبه كقيمه مقابل سعر بيديك افضل اداء وافضل استخدام، لانه بيجي بروسيسور من ميديا تك هيليو G81، والبروسيسور ده اداؤه كويس جدا بالنسبه للناس اللي بتحب تلعب على الجهاز. بيجي لك برامات 4 و6 و8 مع مساحه تخزين 128 او 256، وبيجي مع كاميرا خلفيه مزدوجه 48 ميجا بكسل زائد الاي اي، ومعاك كاميرا اماميه بدقه 8 ميجا بكسل. وبيجي لك بشاشه 6.7 بوصه اتش دي مع نظام تشغيل اندرويد 14، وكل ده بيجي مع بطاريه 5000 ملي امبير. من مميزات الجهاز ده شاشه كبيره بتدعم اولويز اون ديسبلاي مع معدل التحديث 120 هرتز. وتاني ميزه فيه هو المعالج، هيديك اداء كويس في الالعاب. ويعتبر افضل ميزه فيه ان هو بيجي لك ببطاريه 5000 ملي امبير مع شاحن 18 واط، وده هيديك اداء مقبول بالنسبه للاستخدام. اما بالنسبه لعيوبه، جوده الشاشه جوده منخفضه جدا. تشوف حواف في الشاشه هتحسها كبيره ظاهره معاك في استخدام الجهاز، وما فيهوش مايك للعزل. بيجي لك بسعر 5700 جنيه لو انت في مصر، ولو انت في الامارات بسعر 450 درهم. ونيجي في المركز الثاني وهو انفينكس هوت 50، وده اقوى معالج في الفئه المتوسطه. بيجي لك بمعالج من ميديا تك هيليو G100، وده بالنسبه للجيمر والناس اللي بتحب تلعب بالتليفون كتير معالج ممتاز واختيار مناسب. وهيشغل لك بابجي على 60 فريم، وهتستمتع باحلى تجربه العاب. وهيجي لك بشاشه من نوع اموليد فول اتش دي بلس، ويعتبر دي شاشه ممتازه جدا بالنسبه لسعر الجهاز. هيجي لك مقاوم للصدمات مع رام 8 مساحه تخزين 256، وبيجي بطاريه 5000 ملي امبير بتدعم الشحن السريع. وكل ده مع كاميرا خلفيه 50 ميجا بكسل وكاميرا اماميه 8 ميجا. الكاميرا الاماميه ما تعتبرش احسن تجربه في الجهاز ده. لو بصينا لباقي الامكانيات اللي في الجهاز، لا بصراحه خيار ممتاز. بيجي مع نظام تشغيل اندرويد 14، هيجي لك بسعر 6800 جنيه لو انت في مصر. اما لو انت في الامارات هيجي لك بسعر 500 درهم. ونيجي بقى في المركز الاول، هنروح لشركه شاومي وهنختار جهاز ريدمي نوت 14. وليه بقى هنديله المركز الاول؟ لان الجهاز ده اقل جهاز كشاشه فيها حواف، وبيجي لك بشاشه اموليد
فول اتش دي بلس. يعتبر شاشه الجهاز ده كاستخدام خيار مناسب جدا، وتحت الشمس كمان وفي الاضاءه العاليه هتشوف الجهاز من غير اي مشاكل. ومن الحاجات اللي بتميزه البصمه مدمجه بالشاشه، ودي حاجه هتريحك في الاستخدام وسريعه جدا، خلي بالك عشان تبقى عارف. وبرده من المميزات اللي مخليانا نديله المركز الاول هو البروسيسور من ميديا تك هيليو جي 99، والبروسيسور ده ممتاز جدا بالنسبه للجيمر، وهيبقى خيار مناسب جدا وهيسهل عليك استخدام الجهاز بسلاسه والتصفح ما بين التطبيقات. نيجي بقى للكاميرا، جايلك بدقه 108 ميجا بكسل زائد كاميرتين، واحده 2 ميجا بكسل والثانيه 2 ميجا بكسل، والكاميرا بتصور معاك 4K، ودي يعتبر احسن كاميرا هتديك قيمه مقابل سعر. وجايلك بكاميرا اماميه 20 ميجا بكسل بتصور 4K، الكاميرا دي هتديك افضل اداء بالنسبه للموبايل فئه متوسطه. والسعر بقى اللي هيفاجئك، يجيلك بنظام تشغيل اندرويد 14 مع بطاريه 5500 ملي امبير بتدعم الشحن السريع. ده يعتبر من وجهه نظري افضل جهاز بيديك قيمه مقابل سعر في الاجهزه اللي انا قلت لك دي كلها. يجيلك بسعر 8700 جنيه مصري للنسخه ال 128 رام 8، وبيجي بنسخه ثانيه رامات 8 256، وده بيجي ب 9700 جنيه. ولو انت هتجيبه من الامارات ب 650 درهم امارات. فاقول لك على العيوب اللي هتقابلك في الجهاز ده. السنسور بتاع المكالمات هيعلق معاك، وبالنسبه للكاميرا ما فيهاش كاميرا الترا وايد، وده هيأثر معاك شويه في جوده التصوير. لكن غير المشكلتين دول الجهاز معاك 100% في كل حاجه. لو وصلت معايا لحد هنا يا ريت تشترك في القناه وتفعل الاشعارات عشان يوصلك مني كل جديد. ولو عايز مراجعه لجهاز معين اكتب لي نوع في كومنت وانا بعمل لك مراجعه ليك مخصوص. وزي ما عودتكم طول ما انتم مشتركين في مستشفى الهواتف اللي اتكسر هيتصلح.